ازيكم يا حبايبي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ انا عامله النهارده محشي. جايبه بتنجان فلاحي بقى. بصوا، بتنجان فلاحي بقى جميل في السوق كده وطري وزبده وسكر. انا جايبه لكم حبه حلوين كده. هنعمل بقى مع بعض النهارده محشي. انا جايبه كميه بقى طبعا عشان عندي عزومه كده. عندي فلفل الرومي جميل اهو. فلفل ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، فلفل جميل. وقد احنا بنحب الفلفل الحار اهو. والكوسه انا جايبه شويه صغيرين عشان ما عنديش حد بيحبها قوي. والبتنجان والخضار بقى، الخضره الفلاحي، الشبت والبقدونس والكزبره. ما شاء الله. هفحرهم بقى واجهزهم واخلصهم من خطوه الخضار. وبعد كده هاجي اعمل معاكم الصلصه، احلى صلصه هتاكلوها مع المحشي. وتركات بسيطه كده في الصلصه بتاعت المحشي هقول لكم عليها. خليكم معايا يا حبايبي. بدأته كويس قوي. دي التركه البسيطه اللي قلت لكم عليها. دي لازم تسيح كويس. والطماطم اهي اللي انا كنت مسبكاها معاكم ما شاء الله. ننزل بقى، لازم تسمعوا ايه الصوت ده. دي بتدي للصلصه طعم جميل جدا جدا جدا. دي الصلصه اللي انا سبكتها معاكم. وشويه زيت تبقى حلوه كده عشان تخلي الرز بتاع المحشي مفلفل كده وجميل. وخلوها بقى ايه تتسبك، تطلع منها برضه شويه الميه اللي فيها، لو فيها شويه ميه ولا حاجه. بس اهم حاجه دي تبقى محدوده زي ما قلت لكم. تسمعوا طشه الزيت ديت. وهكمل لكم بقى ايه ازاي نعمل البصله. اوعوا تشوحوا البصله في الزيت زي ما بيقولوا لكم، او تفرموها مع الطماطم وتحطوها. لا، في تركايه بسيطه كده عاملاها لكم في البصلايه عشان تخلي ريحه المحشي الجيران كلها تقول الله اكبر على ريحه المحشي. يا جماعه ده البصل انا فرمته اهو. دي التركه البسيطه. وعادي ملح بكمون، وادي ملح فلفل اسمر اهو، كمون. ونقلبهم بقى ببعض كويس جدا. واسيبهم شويه يجيبوا ميتهم. اوعوا كنتوا تكونوا حياتهم سموا زي ما هما. والصلصه هي على البوتاجاز بتتعمل اهي كده. خلاص خلصت. والخضار معانا مخروط اهو. احنا بقى هننزل بالخضار كده اهو. بعد كده البصل. بصوا البصل ما يتحطش على النار نهائي. زي ما قلت لكم البصل كده في الخضار بيدي ريحه روعه روعه روعه. والله العظيم يا جماعه المحشي بتاعكم هيتشم من على باب الشارع. الجيران كلها هتقول الله اكبر على ريحه المحشي. الصلصه هنسيبها تتهوى شويه. وهننزل بقى على الخلطه دي كلها وعليهم الرز بقى. وهقعد احشي واوريكم. خلصت البتنجان فحر اهو. وقلت ايه ما اغسله. البتنجان ما شاء الله عليه. بصوا البتنجان الفلاحي الطري الجميل. والفلفل والكوس الحاجات دي كلها هغسلها واصفيها. وخلصت الصلصه. وهنقعد بقى نحشي بقى. وفي التسويه هوريكم بقى طعمه عامل ايه ولا الريحه يا جماعه. يا لهوي الله اكبر عليك. ادي الخضره هي يا جماعه كلها خلطتها اهو برده. والبتنجان اهو بيتغسل اهو. واكمل لكم بقى. بصوا بقى الخلطه يا جماعه اهي بعد ما اتعملت. بصوا جميله ازاي والله اكبر عليها. تحفه. وطعمها سكر 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 سكر. اوعوا تحطوا البصله على النار. اوعوا تحطوا البصله في زيت. البصله بتتحط ني على الخضار وتحطهم في بعض. حطوا الصلصه، اغسلوا الرز وحطوه. احلى طعم صلصه وطعم محشي تاكلوه في حياتكم. ده كله مع الكرنب بقى مع محشي. حتى لو عندكم ممبار وبتحشوه معمول بالطريقه ديت. محشي البتنجان، محشي الكرنب، محشي العنب. دي خلطه ثابته للمحاشي كلها يا جماعه. الله اكبر. انا قاعده بحشي اهو. وانتوا عارفين بقى النهارده عزومه والدوشه ونسقه بتاعت العيال الصغيره. الله اكبر على المحشي وعلى جماله يا جماعه. بس انا بقى ايه هفصل كده مع بقى. انا كنت سالقه لحمه طبعا جنب المحشي. ادي المحشي اهو. خلصت بقى تعبيه وهسويه على البوتاجاز. بصوا بصوا من الشوربه كده واحطه على المحشي. يا الله اكبر. هتاكلوا محشي والله العظيم يا جماعه ماسكي بالشوربه اللحمه. بصوا انا سلقت اللحمه اهي معاكم اهي. بصوا اهو. لحمه عجالي بقى جميله كده. وطبيعتها ناشفه كده وحلوه. نسقينها كده. هتاكلوا احلى محشي والله العظيم يا جماعه. الله اكبر عليه. انا عامله لكم كده معتبره حلوه كده عشان تحطوا الحبايب. تاكلوا وتشربوا كده في الف هنا يا رب. وتقولوا لي بقى وما تنسونوش باللايك والشير يا جماعه.